مساء الفل يا جماعه. كل ترانسفير ويندو دايما بيبقى فيه رومر كده هبله، وممكن الرومر دي ممكن تكبر وتبقى عرض اهبل، عرض سخيف، اوفر اللي بعته ده مفكر في ايه يعني. النهارده هنتكلم معاكم على اهبل او اسخف او اتفه 5 عروض اتعرضوا في تاريخ الترانسفير ويندو. اول عرض هنتكلم عليه هو عرض ارسنال لليفربول عشان لويس سواريز في 2013. اللي حصل يا جماعه انه كان ده الموسم اللي سواريز فيه خلاص الراجل عنده عقده بيخلص، عنده ريليس كلوز في عقده 40 مليون استرليني، تمام؟ طيب وارسنال بيدوروا على مهاجم، فاللي حصل انه فينجر قال لك اوكي انا احترامي ليفربول فانا مش عايز ان انا ادفع ريليس كلوز واخطف اللعيبه وبتاع، لا انا عايز افتح باب مفاوضات مع النادي. فقام عرض ب 40 مليون استرليني وجنيه استرليني عشان يفتح باب المفاوضات، اللي هو انا اقدر ادفع الريليس كلوز اهو بجنيه بزياده جنيه، فاتكلموا معايا. فطبعا الراجل جون هنري الراجل ملك ليفربول ساعتها الراجل قال لك الراجل ده عبيط ولا ايه، وكتب على تويتر الفيريفايد اكونت بتاعه قال لك هي الناس دي بتضرب ايه في الامارات، الناس دي بتشرب ايه، لانه فعلا ايه السخافه دي وايه العرض ده بيعرض حتى 42. اتكلم قول انا عايز اشتري يا جماعه اللعيب بالريليس كلوز بتاعه زي ما بيحصل مع انديه اسبانيا. فده كان عرض هبل جدا، وليفربول قال لك احنا اخترنا ان احنا نتجاهل العرض اصلا. عندنا يا جماعه بعد كده عرض ديفيد مويس على ديفيد مويس. يعني ازاي اللي حصل ان ديفيد مويس قبل ما يمشي من ايفرتون كان حاطط شرط جزائي في عقد مروان فلايني ب 23 مليون استرليني، تمام؟ هو شريط 16 وبعدين حط شرط جزائي في عقده 23 مليون. فلما راح مانشستر يونايتد قعد بقى طول الصيف عايز اجيب فابريجاز، عايز اجيب جاريث بيل، عايز اجيب بينز، عايز اجيب لعيبه مش عارف ايه، وبعدين في الاخر لقى انه هيفوت عليه الوقت مش هيلحق يجيب لعيبه. فكان في حاجه يا جماعه في عقد مروان فلايني ان هو كل سنه يوم 30/6 هتحصل حاجه في عقده غريبه جدا. ايه اللي هيحصل؟ ان هو يقدر اي نادي يشتريه قبل يوم 30/6 ان هو يشتريه ب 17 مليون استرليني. اللي حصل ان ديفيد مويس فكس الموضوع ده، ما تفهمش بقى، سقط نسي مشغول بحاجات تانية وقام عرض ب 16 مليون. فطبعا ايفرتون بعتوا له جواب رسمي قالوا له من فضلك ما تكلمش لعيبتنا، ما تجيش هنا تاني يا عم، ما تجيش هنا تاني، ايه العروض دي؟ فالراجل استنى لحد اخر يوم في الترانسفير ويندو ودفع فلايني في الاخر دفع فيه 27 مليون استرليني. وطبعا مروان فلايني جهبذ الجهبذه هو ومويس واللعيبه الكبيره قوي ربنا يكرمهم يعني. الخليج بقى يا جماعه وفلوس الخليج لما تلعب. مانشستر سيتي في 2008 لما جه الراجل الشيخ منصور وجه معاه الراجل خلدون ده واشتروا النادي، اللي حصل ان هم قال لك احنا عايزين نجيب ليسترز، عايزين نجيب لعيبه نجوم كلهم صف اول نجيبهم النادي. وكان ساعتها مدرب الفريق مارك هيوز كان رايه قال لك يا جماعه لا احنا خلينا باللعيبه نص نص ونطلع بالفريق حبه حبه. هم قال لك لا احنا لعيبه نجوم وهنفرش الفرقه دي صف اول، وفاكر ان هم كانوا بيتكلموا مع راؤول وبيتكلموا مع جون تيري من تشيلسي وحاجات كده. انما العرض الرسمي اللي عرضوه فعلا اول عرض رسمي للنجم كان لريكاردو اديسون كاكا يا جماعه. كان ساعتها في سي ميلان، كان ساعتها الراجل نجم في سي ميلان، كان السنه اللي قبلها واخد احسن لعيب في العالم وكان من احسن البلاي ميكرز في العالم ساعتها. عرضوا على كام على كاكا؟ ساعتها كان مبلغ خرافي، هو دلوقتي المبلغ ده مش خرافي قوي ممكن يتعمل. عرضوا عليه 100 مليون استرليني، يعني حوالي بوقتها 110 مليون يورو. ده في 2008، انتوا متخيلين المبلغ كان ساعتها عامل ازاي؟ وعرضوا عليه مرتب اسبوعي 500 الف استرليني. كاكا رفض العرض ده وقال لك لا انا الفلوس مش بلعب عشان الفلوس، وانا بحب ميلان ومش همشي من ميلان غير لما النادي هو اللي يكون عايز يبيعني ويكون النادي محتاج يبيعني ومش عايزني. وده اللي حصل السنه اللي بعديها لما طبعا جالياني الراجل يعني مقشفرين خالص مش لاقيين وبقوا لريال مدريد. اللي بعد كده يا جماعه عندنا عرض من نادي اسمه بورن، ب واو ري نون. نادي بورن ده في الدرجه الثالثه في فرنسا، عندهم نادي زي قريه او حي عندنا او مركز او كده. النادي ده مره رئيس النادي بتاعه عايز يهزر، يعني كان قاعد مع اصحابه قاعده حلوه كده والناس عاملين دماغ حلوه وعايز يهزر، قام بعت عرض لبرشلونه عشان يشتري ميسي، وبعت عرض للاتحاد الفرنسي، فالاتحاد الفرنسي وقف. المفروض اللي بيحصل ايه؟ النادي بيبعت عرض للاتحاد بتاع بلده، فالاتحاد ده بياخد العرض يعرضه للاتحاد الثاني وبعدين بيوصل للنادي اللي هو اللي في الاخر. الاتحاد الفرنسي رفض انه يبعت العرض للاتحاد الاسباني وقال له ايه الهبل ده وما ينفعش الكلام ده، وحتى لو هزار وحتى لو انت بتنكت يعني ما ينفعش الكلام ده. وقفوه 6 شهور والراجل طلع عادي يا جماعه فيها ايه وما عندهمش حس الدعابه وبتاع. بس بصراحه الموضوع يعني اخر عرض معانا هو عرض مانشستر سيتي تاني في 2008 تاني. وسط طبعا لما اترفض عرض كاكا ده بقى الدنيا اتقلبت. طب هنعمل ايه؟ اذا كان لانه ستيتمنت كبيره من كاكا لما يرفض يبقى كده كل اللعيبه الكبار برضو هتقول لا ده مش حلو ان انا اروح العب في النادي، هيتبان ان انا عشان بلعب عشان الفلوس. فنعمل ايه؟ نجيب مين؟ نعمل ايه؟ كان في تخبط جدا في الاداره. في واحد ساعتها كان المدير التنفيذي للنادي القديم الانجليزي كان اسمه جاري كوك. فجاري كوك ده قاعد مع الشيخ خلدون وبتاع والناس بتوع الامارات دول، فالانجليزي بتاعهم تعبان شويه. بس بيقولوا له ايه؟ بيقولوا له all the transfers it's getting messy. فهو الراجل
فهمها انه جيت ميسي يعني، فراح قدم عرض لبرشلونه، حب يخدم الراجل، وراح قدم عرض لبرشلونه ب 30 مليون لميسي، وطبعا العرض ده اترفض وقالوا له انت عبيط يالا وبتاع. قولوا لنا يا جماعه في الكومنتات ايه العروض الثانيه وايه الاسعار الثانيه اللي اتعرضت على اللعيبه، وانتوا كنتوا شايفين انه انت مجنون يا عم، ايه السعر ده، انت بتشتري عربيه ولا ايه؟ قولوا لنا بس غير يا جماعه، قولوا حد غير بوجبا، لان احنا عارفين ان بوجبا وبيل ضربوا الماركت، فقولوا لنا لعيبه ثانيه بقى، وغير لعيبه الصين برضو ايه اللعيبه، يعني مثلا انا هيجوايين 90 مليون ده كان بالنسبه لي هبل يعني، فايه اللعيبه الثانيه اللي انتوا شايفينها اكتبوا لنا في الكومنتات، ونشوفكم الحلقه الجايه. تحيه بقى للجماهير بقى. السلام عليكم.